السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وصحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. بحال ديما في البدايه ديال الفيديو ديالي كنبغي نرحب بكم هو الاول، مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ديدا اللي هي ايضا قناتكم. الاقتراح ديال اليوم اولا الوصفه ديال اليوم غادي نقدم لكم كيك يومي، واحد الكيك اللي هو اقتصادي وكيجي راقي وكيجي قطني من داخل وكيجي عملاق. هاد الكيك صراحة كلشي كيبغيه، الكبير والصغير، ودائما متواجد في البيوت ديالنا سواء في الفطور اولا الكوتي. ولكن بزاف ديال السيدات ما كينجحش معاهم. اليوم ان شاء الله غادي نعطي لكم جميع الاسرار باش ينجح معكم ان شاء الله من اول تجربة. وغادي نعطي لكم المقادير مضبوطة بالكاس وبالغرام. وايضا غادي نقول لكم اسرار الفشل ديال الكيك ان شاء الله. يلا الا بغيتوا المقادير وطريقة التحضير تبعوا معايا الفيديو من البداية حتى النهاية باش تعرفوا جميع التفاصيل ان شاء الله. بحال ديما كنبداو بالمقادير هما الاولين. اول حاجه عندي هنايا 6 ديال البيضات، الحجم ديالهم صغير. الا كان البيض ديالكم كبير ديروا غير 5. كاس ديال السكر اللي فيه 150 غرام، انا دائما كنعبر بالكيسان ديال العنبه. وعندي كاس ديال الزيت، وعندي واحد ياغورت طبيعي بدون نكهه ولا حتى شي حاجه، وعندي ساشي ديال الفاني، وعندي هنايا 3 د الكيسان ديال الطحين فيهم 360 غرام، يعني المجموع ديالهم 360 غرام. واللي بغى يعبر بالكاس فيهم 3 الكيسان. وعندي 16 غرام ديال الخميرات الحلويات. وطبيعة الحال ما نساوش واحد القبيصة اولا واحد رشيشه ديال الملحه اللي كتحسن لينا الذوق ديال الكيك ديالنا ان شاء الله. صافي المقادير هما هادو، مقادير بساطين متواجدين في كل بيت. وغادي نستعمل انا هاد القالب هذا. المهم بالنسبه للقالب نتوما ديروا اللي بغيتو، هذاك اللي مدور ولا كيكونوا مربعين اولا هذاك اللي دائري اللي بغيتو. صافي ودابا غادي نبداو نحضروا الكيك ديالنا. اول حاجه عندي هنايا جوج ديال لي بول. وحده غادي ندير فيها الاصفر، وحده غادي ندير فيها الابيض. اول حاجه في نجاح الكيك ديالكم الا بغيتو يجي لكم قطني من داخل ويجي لكم عالي ويجي لكم زوين وخفيف، تفصلوا ابيض البيض على الاصفر. صافي بعد ما فصلت الابيض على الاصفر غادي ندير شويه ديال الملحه في الابيض ديال البيض باش هيدا كيزيد يعني كيطلع لينا الابيض ديالنا بكل سهوله. صافي دابا غادي نطلع الابيض ديالي كيف كتشوفوا معايا بهذه الطريقه، طريقه اللي هي سهله بزاف ودائما انا كنديرها معكم في الكيكات ديالي اولا في جميع الحلويات ديالي، حيت هذا هو السر الاول في نجاح الكيك. صافي كيف كتشوفوا معايا بعد ما طربته مزيان اولا طلعته مزيان حتى اصبح لينا مثل الثلج. انتم كيف كتشوفوا معايا كنطربوا بالطراب الكهربائي ضروري منه، كياخذ لينا واحد 2 دقائق فقط. صافي الابيض ديالنا كيكون يعني واجد. صافي ودابا ها هو صار لينا واجد، راه هو يعني طربناه مزيان. انا غادي نقلب لكم كيف كتشوفوا معايا راه ما كيطيحش لينا لا حتى شي حاجه. صافي غادي نخليوه جانبا. غادي ندوزو للاصفر. بالنسبه للاصفر غادي نطربو شويه في الاول واحد يعني واحد الدقيقه. ديك الساعه عاد غادي نزيدو عليه السكر. كيف كتشوفوا معايا معايا واحد المساعده اللي هي حبيبه قلبي ليلى بنت خويا، يعني كتجي عندي كتعاونني. ودائما ملي كتجبرني كندير شي حاجه كتقول لي عطيني ندير معاك. ماشي مشكل انكم يعني توريو اللي عنده بنيتات يديروا معاهم الا اللي ما عندوش عند العائله بحال بحال. صافي كيف كتشوفوا معايا بعد ما طربنا الاصفر والسكر جيدا وزدنا زدت داك ساشي ديال الفاني. ودابا كنزيد الياغورت او لا دانون اللي عندكم في الدار ديروه، سواء كانت فيه شي نكهه منكه بالفانيا اولا بالحامض اولا بالليمون اولا اللي بغيتو. انا عندي هذا اللي يعني طبيعي بدون سكر وبدون نكهه. صافي كيف كتشوفوا معايا بعد ما زدنا الياغورت. ودابا هنايا عندي 4 د الكيسان، ولكن ما غاديش نستعملهم ب4، غادي نستعمل غير 3 كما قلت لكم في الاول. 360 غرام اللي استعملت ديال الطحين. كيف كتشوفوا معايا ديك الخميره 16 غرام راني درتها غير فوق ديال الطحين. انا كنوري لكم الكاس باش كنعبر الكاس ديال العنبه. ودرت 3 د الكيسان. كنأكد عليكم اللي كتعبر بالكاس دير 3 واللي كتعبر بالغرام دير
360 غرام. صافي بعد ما طربنا مزيان الخليط ديالنا حتى الطحين يعني تجانس مع باقي المكونات. ودابا غادي نزيدو داك ابيض ديال البيض تدريجيا بشويه بشويه، وحنايا كنخلطو في الخليط ديالنا، وفي الاخير راه كنزيدوه كامل وكنخلطو غير بشويه. نتوما كيف كتشوفوا معايا انا هنا غير كنزرب في الفيديو، اما انا راه كنخلط بشويه. يعني الا خلطتو بسرعه راه غادي يعني داك الابيض ديال البيض غادي يهبط لكم، وغاديش يجي لكم الكيك ديالكم زوين. لان ملي كنخلطوا الابيض بوحدو ابخي كنزيدو في الاخر، يعني كيجي الخليط ديالنا خفيف بزاف بزاف. نتوما كتشوفوا معايا صراحه واحد الخليط اللي هو رائع بزاف. نتوما كنوري لكم خصو يكون القوام ديالو هو هذا. بالنسبه للقالب ديالي اولا المول ديالي دهنته بالزبده مزيان ورشيته بالطحين، ودابا غادي نهز الخليط ديالي وغادي نهز الفوق يدي وغادي نخويه كامل في هذا المول. كيف كتشوفوا معايا الطريقه سهله وبسيطه وكيك يومي كما قلت لكم كنحتاجوه دائما سواء في الفطور او في الكوتي، ولكن كما قلت لكم بزاف ديال البنات ما كينجحش معاهم. وها انا عطيت لكم يعني المقادير مضبوطين وساهلين متواجدين في كل بيت. صافي كيف كتشوفوا معايا درتو في القالب ديالي اولا في المول ديالي، وغادي نخبطو شويه باش يخرج منه داك الهواء، وغادي ندخلو الفران. بالنسبه للفران ديالي انا دائما كنوري لكم عفوا الفران ديالي. الفران سخنته مزيان، بالنسبه للفران ديال الضوء سخنته مزيان، ودابا حطيته في المول الاول باش هيدا ما يتحرقش لينا الكيك ديالنا من التحت. ضروري انكم ديروه في شي مول عاد ديروه في الفران ديالكم، وديك الساعه ديروا له العافيه غير من التحت. بالنسبه لي انا درت درجه الحراره درتها على 200 درجه، ودرت الفران شعلت له غير من التحت المده ديال 20 دقيقه. بعد ما دازت 20 دقيقه شفت الكيك ديالي جبرته باقي ما طابش، زيدت عليه واحد 15 دقيقه. المهم بالنسبه كل وحده والفران ديالها كل وحده كتعرف طيب الكيك ديالها. بالنسبه لي انا خدا لي 40 دقيقه وصافي. ها هو الكيك ديالي واجد تبارك الله ما شاء الله، جا يعني طالع ومن يعني كيف كتشوفوا معايا زوين زوين بزاف. وبالنسبه للفشل ديال الكيك ايضا الا درتوا الكيكه ديالكم في الفرن وحليتوا عليها وهي مازال ما طايباش خصكم تخليوها يعني على الاقل واحد 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه عاد تحلوا عليها. الا حليتوا عليها وهي مازال كطلع راه غادي تهبط لكم، كونوا اكيدين غادي تهبط لكم. والفشل الثالث انكم الا ما درتوش طحين الكافي، الا درتو الطحين غير شويه غادي تطلع لكم الكيكه ديالكم ابخي ملي غادي تزولوها من الفران راه غادي تهبط لكم ما غاديش تبقى لكم طالعه. وايضا الكيك ديالكم الا جبرتوه يعني مشقق من الفوق انكم ما درتوش الخميره الكافيه. كيف كتشوفوا معايا انا دابا كنعطي لكم النصائح وانا كنزين الكيك ديالي. بالنسبه للكيك زينوه باش ما بغيتو. انا هنايا درت شويه ديال المربى اولا لا كونفيتور ديال المشماش ودرنا كيف كتشوفوا معايا الكوك صافي. والتزيين هو هذا بسيط بزاف. وبالنسبه للكيك الثاني الاخوات درت نفس المقادير، ولكن الكيك الثاني جا ليا هابط. علاش؟ حيت درت الطحين يعني ما درتش الطحين الكافي، حيت انا درتها بالعاني باش نوري لكم الفرق ما بين الكيك اللي كديروا فيه الطحين بزاف واللي ما كديروش فيه الطحين بزاف. انتم كتشوفوا معايا هذا هابط، هذا درت فيه غير 2 كيسان ما درتش فيه 3 الكيسان، وجا حتى هو زوين خفيف وقطني، ولكن ما طلعش بحال هذاك اللي درنا في الاول. صافي. وبالنسبه للتزيين ديالو كيف كتشوفوا معايا زينته بشويه ديال الشوكولا وايضا رقائق ديال اللوز وايضا شويه ديال الكركاع. انا دائما كنقول لكم التزيين كيبقى اختياري وداك الشيء اللي عندكم في الدار. وبحال ديما غادي نقطع لكم باش تشوفوه كيف جا من الداخل. صراحه جاو رائعين بجوج بهم زوينين رائعين لذاذين وهشاشين وقطنيه من الداخل. انت كتشوفوا معايا يعني الصراحه واحد الكيك رائع 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 بزاف ما تشبعوش منه. ولكن خصكم دائما ديروا المقادير يعني مضبوطين. والطحين ايضا خصو يكون كافي. بالنسبه للستة البيضات راه ديروا فيه 360 غرام ديال الطحين. وبالنسبه للسكر والزيت راه كاس دائما. حبيبات ديالي
وصلنا للنهاية ديال الفيديو، كنتمنى إن شاء الله أن يعني عجبت لكم هاد الوصفة ديال اليوم أولا الاقتراح ديال اليوم، وخديتوا منه أفكار وخديتوا منه نصائح. وكيف كنقول لكم دائما إلا عجبت لكم الوصفة ما تنسونيش بالدعوات وباللايك وبالتشجيعات ديالكم، وأي سؤال أي استفسار خليوه في التعليق نجاوبكم إن شاء الله. وإلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي وعجب لكم المحتوى ديالها، شاركوا معايا في القناة وفعلوا زر الاشتراك باش هيدا دائما توصلوا بالجديد ديالي إن شاء الله. يلا الحبيبات ديالي، أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله، إلى الفيديو المقبل إن شاء الله، مع السلامة.